الله يرضى عن سماحة شيخنا كان بدروسه العامة كذا ما يتعرض إلى الحكام والمسؤولين. بعض المشايخ يهاجموه أنه أخي سماحته أو الشيخ والله ما بيحكي بكذا ساكت. مين قال لك ساكت؟ قال يا ابني، قال أنا بروح بلتقي مع الرئيس وبلتقي مع الوزير وبلتقي مع الكبير وبلتقي مع الصغير، بس يا ابني أنا مالي مجبر أني أجي أقدم لكم تقرير عن عملي اللي عم قوم فيه مع فلان وفلان من المسؤولين. ماني ملزم. شو أنا بدي أجي لكم شو صار معي مع الوزير الفلاني ولا مع الحاكم ولا مع، مالي ملزم أقدم لكم. أنا ماني عم بشتغل لكم، أنا عم بشتغل لمين؟ بشتغل لله. وبالتالي أنا ماني ملزم أن أقدم تقرير أسبوعي أو شهري عن نشاطي الدعوي. بقدم تقرير لربي، أما لكم لا. هن شو فهم هون؟ إنه لا، لازم الشيخ الحقيقي على المنبر بالدروس العامة يهاجم ويحكي ويأجج الناس. لا يا أخي، لا يا عيني، ما هكذا تكون الدعوة إلى الله عز وجل. قال